السلام عليكم البنات، صباح الخير عليكم. شحوالكم؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا كامل لاباس وانتم تشاهدوا في الفيديو تاع اليوم. الفيديو تاعنا نهار اليوم حبيت نشارك معكم فيها واحده من التحليات اللي ما نستغناوش عليها في رمضان، اللي هي تحليه الموز بالكراميل. دونك اول حاجه راح نديرها، راح نحضر لا كريم تاعي. راح نحكم كاس ناقص صبع تاع لا كريم شانتيي مع نص كاس تاع حليب اللي يكون بارد هكا، ونبداو نطلعوا فيهم بالباتور كما راكم تشاهدوا في الفيديو. الطريقه راهي واضحه. من بعد راح نجي نحط زوج علب من هذاك فلان كراميل، نحطهم ونواصل التحريك بالباتور حتى نشوف باللي لا كريم تاعي تقالت وطلعت ويعني ضاعف الحجم تاعها، وهكا لازم تكون النتيجه تاع الكريمه تاعكم. من بعد البنات راح نجيبوا المول ولا البلاطو اللي راح تحضروا فيه الكميه تاعكم تاع التحليه هذه على حسب الكميه اللي حابين تحضروها، يعني على حسب عدد افراد العائله ولا على حسب الكميه اللي راح تحضروها. انا كان عندي هذا المول، دونك راح نجيبوا اي نوع من البسكويت يكون متوفر عندكم، تقدروا تستخدموا هذا. دونك راح نديرهم في القهوه اللي من المستحسن تكون بارده، قهوه عاديه ولا قهوه سريعه الذوبان، ندوبوها في الماء ونبدا نحط البسكويت تاعي هذا فيها ونستفو يعني كما تقولوا كامل على السطح تاع المول تاعنا بالطريقه هذه كما راكم تشاهدوا في الفيديو حتى نكملوا الطبقه الاولى ونزيدوا نديروا الطبقه الثانيه، يعني راح نديروا زوج طبقات فوق بعضهم تاع البسكويت. من بعد راح نجي نحطوا الكريمه هذيك اللي حضرناها من قبل، راح نحطوا يعني طبقه اللي تكون شويه خشينه وما نديروهاش رقيقه خلاص، ونعدلوها هكا، نعدلوا لها سطح سحاب المغرف حتى نتحصلوا على سطح اللي يكون املس خلاص. من بعد البنات المرحله ما قبل الاخيره راح نجيو نحطوا البنان، يعني حبه ولا حبه ونص راح تكفيكم على حساب المول تاعكم قداه يهز. تقصوها هكا دواور اللي تكون شويه خشينه تاني، ما ديروش البنان رقيق، وعدلوها على السطح كامل. من جهه خلاف راني نحضر في الكراميل اللي راح نزينو به التحليه تاعنا من فوق. حطيت نص كاس تاع السكر مع مغرفه الزبده، نحركهم مليح حتى نشوف بلي السكر هذاك داب وتكرمل. ومن بعد راح نزيدو عليه علبه تاع نفس الياغورت تاع الفلان كراميل هذاك اللي حطيناه، ونواصل التحريك حتى يذوب خلاص ونتحصلوا على كراميل يكون هكا. هذا الكراميل راح نحطوه يبرد في الفريجيدار باه يحكم روحو يعني مليح شويه حوالي نص ساعه ولا، ومن بعد راح نجيو نحطوه من فوق هكا كما راكم تشوفوا في الفيديو على سطح التحليه تاعنا كامله، نوزعوه بالتساوي من المستحسن، ومن بعد راح نعدلوه برك وهكا تكون التحليه تاعنا جاهزه. دونك البنات هذه هي نتيجه التحليه تاعنا، راح نقسموها كما راكم تشوفوا. البنات على بالي هذه التحليه كون تجربوها راح تعجبكم بزاف ان شاء الله، اذا كنتم مش مولفين ديروها، ولا كنتم مولفين ديروها على بالي راكم تحبوها بزاف، وهذه طريقه ابسط طريقه تقدروا تحضروها بها. البنات اذا عجبتكم هذه لا فيديو وما كنتوش مشتركين في القناه تاعي، ما تنساوش تضغطوا على زر لايك والاشتراك هكا باش يوصلكم الجديد كامل اللي نحطه. واذا كنتم مشتركين نقول لكم شكرا لكم على الدعم، شكرا على التفاعل تاعكم معايا، وبارطاجيو لا فيديو هذه لاصدقائكم. ما تنساوش تتابعوني على تيك توك. فوالا البنات كانت هذه هي لا فيديو تاعنا تاع اليوم والوصفه تاعنا تاع اليوم. ما بقى لي نقول لكم غير الله في رواحكم، نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله.